ويبغي يخلص. ما فهمش انا واحد الظاهره لا اله الا الله، الا القليل كيما نقول، الا القليل. كاينين ناس زوينين يعني بصراحه، ولكن كتلقى يعني الظروف ما تلقاه ما معلمش ولا شي حاجه ولا هذا. والمعلمين بصراحه الناس اللي كيجيو من المغرب كتلقى قلال المعلمين، نكون واقعيين. الاغلبيه كيجي كيقول لك يعني ما عنده لا حرفه لا والو لا حتى شي حاجه. المهم كما قلت لكم، بنادم جا هنا وصل هنايا، كان معلم كان حرافي، يصبر واحد شويه، يصبر واحد شويه بين ما شد اللغه، بين ما قاد بيرميه قاد هذا، فهمتوني؟ ما غير تجي ويبقاو يغروك، يقول لك راه الناس كيشدوا 3 المليون، راه الناس كيشدوا 4 المليون، هذاك الشيء راه كذوب، فهمتوني؟ راه كذوب. وما تقارنش راسك انت يلاه جيتي بواحد اللي 10 سنين وهو في اوروبا ولا 20 عام، فهمتوني؟ تقدر يجيب لك الله مثلا اللي دغيا يعطيك مثلا على هذاك الشيء اللي كتخدم، الا كنتي كتخدمو بنيه والى غير ذلك، ولكن ماشي سهل. لهذا بنادم بعدا يبقى يتعلم، ياخذ شويه يعرف يدخل ويخرج وداك الشيء، هالليله بغى يبدل. لان انا يعني كنبغي الانسان يزيد لقدام، فهمتوني؟ ماشي يبقى واقف واحد النقطه ولا هذا، لا، ديما بحث على الاسماء. صارح صاحبك ولكن امتى تصارحو؟ حتى يجي واحد الخدمه باللي انه راه بغى يعطيك مثلا، يقول لك انت كتستحق اكثر، مثلا مخدمك هو ب 2 المليون، فهمتوني؟ معلم، لان معلم تقريبا 2000 يورو اللي كيشد هنا في ايطاليا تقريبا. مخدمك واحد ب 2 المليون، يجي واحد يقول لك انا بغي نعطيك 2500. في هذيك الحاله الا انت صاحبك اللي كيعطيك 2 المليون هو اللي اهلك ووصلك لهذاك المرتبه، عطاك ليكسبيريونس، عطاك يلا خدمتي معاه شهرين، ماشي من حقك اولاد الناس باش تبدلو، لانه هو اللي وصلك لهذاك المرتبه وصار معاك وضحى معاك باش علمك، زاد علمك. اذا خصك تزيد تصبر معاه، بعدا غير تعوض ليه داك الشيء اللي حتى هو يعني فادك به. عاد تمشي تقول له ودي انا راه زيدني، لان شركه راه كتعطي الناس قد والقد. ديك الساعه من حقك كتكون يعني بوضوح كيتسمى لك، كيتسمى شرح ملح، طلبتي بحقك. كيضرب هو عمليه حسابيه، الا هو مساعدو غايقول لك ما كاين حتى مشكل، الا هو ما مساعدوش يقول لك ودي زيد معايا واحد 15 يوم ولا 20 يوم بين ما نلقى شي واحد، هذا من حقه والله يسهل عليك. لان ما خصناش نتحاسدوا بعضياتنا. انت خدام معايا واحد بغى يعطيك اكثر من داكشي اللي كنعطيك انا، يعني يقدر يكون هو شاد الخدمه بكثر من داكشي باش كنشدها انا، فهمتوني؟ اذا ما خصنيش انا نحسدك، لك سير ولي الله يسهل عليك، سير خدم مع داك ويعطيك 2 مليون ونص، الله يسهل عليك. ديك الساعات كتخلي بلاصتك زوينه، كتمشي تما الا لقيتي نيت هذاك الشيء كاين فعلا، راه هذاك الشيء اللي بغينا. انت هذاك الشيء ما كاين، كترجع عند صاحبك كتقول له غطونا بلا بلي قلتو. فهمتوني؟ هاد واحد المره واحد النكيته، واحد جوج ماشيين مسافرين في البرد في الليالي، وضرهم البرد وهما يبان لهم واحد الضو، مشاو لعند هذاك الضو لقاو واحد يعني رحال، الا مودي راه حنا ما عندنا غطا، ما عندنا حتى شي حاجه، غنعطيوكم الحلاسات ديال البهايم. واحد قال لهم بسم الله، شد الحلاس تخبط به، الاخر قالوا له شد الحلاس، قال لهم لا 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 انا نتغطى بالحلاس، لا 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 ما يمكنش. المهم
وصلت الجوج ديال الليل، وصلت داك البرد، نزل داك الجريحه وداك الشيء، عادي نغز فاسمو هذوك باش يفيقوا. وي اش داكشي وغطونا بداك اللي قلتو قلنا غطونا بداك اللي قلتو يعني الحلاس ما تصنت له حد. يعني لازم كمشي بغى يفيق بنادم يضروا البرد، يضربوا البرد يعني فات الفوت. اذا الانسان يتريض، والحاجه اللي هي مهم هو ان هنا في ايطاليا دابا حاليا راه تبدلات يعني بزاف، هو ان اللي عندك واحد 3 الوليدات ولا كاك كتولي تشد عليهم واحد 1200 اورو، واحد 1200 اورو يعني الخير والبركه. انت غير على الولاد هذا الماندا ديالك كيما قلت لكم، الا كنتي معلم سبيسيال راه 6 المليون راه الخير والبركه، يعني كتولي كتشد واحد 3 المليون وشويه، فهمتوني؟ عاد تزيد بريكولات مثلا نهار السبت مع الشركه اللي خدام معاها، هي اولى باش تخدم معاها مثلا السبت، ماشي تمشي تقلب واحد اخر، احسن تخدم مع الشركه ديالك اللي خدام فيها. يعني يقدر بنادم يوصل حتى 4000 اورو في الشهر الا كان معلم سبيسيال. اذا انت معلم سبيسيال معلم مزيان توصل حتى 4000 اورو في الشهر، تجيبها بارده. الوليدات كما قلت لكم عندك واحد 3 الوليدات، اذا راه الخير والبركه، ولكن خص بنادم يعرف ليه الخير، ولكن خص ليه يعرف ليه. ماشي بغيت الخير وانا ما نعطيش الخير، نعطي الخير ديالي شتا انا شد الخير. كما قلت لكم الطريق خصها تكون كتدي وتجيب، ماشي غير كتجيب. اذا يكون هذا الفيديو طويل، المهم حتى الطريق طويله خدام واحد شويه بعيد. والبرد دابا فكرتيني، البرد شحال درجه الحراره دابا؟ كاينه درجه وحده، درجه وحده كاين البرد ديال المعقول. اللي بغى يجي دابا يعني ماشي نقول لكم الخدمه ما كاينه، الخدمه كاينه، ولكن كاين كاين الصبر ثاني ديال المعقول، بارد الحال. انا دابا الا قلت لكم من شهر 12 اللي فات يعني ما عمري ريحت، شديت واحد الكونجي ديال السيمانه، يعني ديما خدام وما كرهتش في هذا البرد هذا. كنت معود زعما في هذا البرد هذا غنبرمج باش نجلس هاد الشهرين هادي، ولكن اش غنقول؟ غالب الله الناس اللي بغا يعاونوك جلسوا، يعني عرفوا بلي البرد كاين. وهذا يعني كيقول لك بنادم انا غنريح في البرد، الخدمه ديال البرد كتكون مريضه، كتكون قاصحه، كتكون هذا، يعني غنجلس غنشد كونجي في البرد. حنا يعني كذا قال الغالب الله يعني الخدمه ما كملناهاش، داكشي اللي برمجت ما عملتوش بصراحه. وبصراحه الخدمه كتعود تبرمج انت تقول بتكملها في ظرف شهر، ما عرفتش كيفاش انت كتخرج لك تولي في شهر ونص، كتولي لك في شهر ونص كتحس مزيان وكل شيء، ما كيخرجش لك الحساب. اذا هذه واحد الحاجه من الحوايج اللي كيبقاو الناس كيقول لك راه كيربح، راه كيدير، راه هذه، وراه داكشي غير البركه ديال الله، ماشي بقات راك في الخدمه بزاف ولا بقات في البركه، لان راه كاع واحد كتلقاه كيجمع من هنا وكيخرجوا له من جهه اخرى. لان علاش كتكون البركه ما كاينه، ولا كانت البركه راه غير شويه وكيدير لك الله فيه البركه. يعني انت كتفاجئ كتقول كيفاش درت انا هادشي، ما تفهم حتى راسك ما تفهمش، ولكن والله اللي دار البركه في هذاك الشيء. اذا اخوتي
نحبسوا في هذا الفيديو هنايا ان شاء الله ونعاودوا نديروا التتمه.